أشهى المأكولات وأقوى الوصفات من المطبخ العفريني الشهير مع الشيف أليفة حمادة. وصفاتنا ولا أشهى وأكلاتنا غير مع القطايف. لمزيد من الوصفات تابعوا حسابنا على الفيسبوك مع الشيف أليفة حمادة. مرحبا متابعيني، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله كلها تكونوا بخير. اليوم رح نعمل، عادة بنعمل مقلوبة الباذنجان. حبيت اليوم أغير شكل وأعمل مقلوبة الزهرة. شوفوا لي هالشكل، ما شاء الله. بتعرفوا فوائد الزهرة كمان قديش إلا فوائد للإنسان، والبروكلي كمان. هلا بدنا نعمل مقلوبة الزهرة مع البروكلي. طبعا مبدئيا حضرت الزهرة وهلا بدي افور عليها. بتعرفوا الزهرة اذا انخصلت مهما انخصلت ما بتنضف، فحبيت هيك اعمل عليها غلوة وحدة بمية الملح واشيلها فورا ثواني. بناخد زهرة معقمة ونظيفة وحلوة. خليكن معنا وكملوا الفيديو للأخير. طبختنا اليوم كتير طيبة. حطينا المي على النار، حطيت لها معلقة ملح. هلا بلشت تغلي المي. بنحط الزهرة. البروكلي ما بنحطه هلا، هذا بنفور عليه لحال وهداك بنفور عليه لحال، لاني البروكلي بدي احط لها معلقة سكر مشان احافظ على لونه. هلا بس غلوة وحدة ومنطالعن، لاني لسه بدنا نقليهم نص قلية. بدي اعملهم على وجبتين. ما شاء الله الزهرة بتشهي وبتصير بعدة وصفات. الزهرة والبروكلي نفس الشيء. حبايبي خلصنا من الزهرة، شوفوا ما شاء الله. هلا بدنا نحط البروكلي. بدي احط لها هيك معلقة سكر مشان احافظ على لونه، وبعدين بحطها مي متلجة. بعد ما بفور عليها بحطها بمي متلجة. انتبهوا لازم تكون المي متلجة. بنشيلها بمية السخنة وبنحطها بمية المتلجة مشان ناخد لون وغذاء صحي، لأن الملح والسكر بيحافظ عليها. بنفس الوقت بنتخلص من كل الوسخ اللي جواته. شوفوا حبايبي حطيت مكعبات ثلج. خلص هلا بدنا نشيلها فورا من مية السخنة للمي متلجة. بيسألوني خالي شلون بتحافظي على لون هالخضار؟ بهاي الطريقة بنحافظ على لون الخضار وبناخد نتيجة كتير حلوة ونتيجة بتشهي. بتمنى انتو كمان بتعملوا هاي الطريقة. حبايبي قلينا الزهرة، شوفوا لي هاللون، هذا اللون المطلوب. ما بدنا نجور عليها كتير ونغمقها تطلع لونها ما حلو. هاي اللحمة عم نقليها، بنرشلها شوي سبع بهارات وملح وبنحط الزهرة فوقها وبنقلبهم مع بعض. بعدين بنطبخ الرز لحال. هلا تقلت اللحمة معي، حطينا الزهرة ما بقى بدها شي، حطينا لها البهارات تبعاتها. بنقلبهم شي 10 دقايق وبنبلش بالرز. وبالاخير حطيت كم قطعة بروكلي والباقي بدي زين فيه المقلوبة تبعتي مشان تاخد نكهة اللحمة كمان. ما شاء الله شي بشهي. حطيناهم بالطنجرة حبايبي وشلت هذا النص الثاني. بدي اعملهم طبقات. غسلت الرز، رز بسمتي. بنحط نص الكمية الرز بنوزعها على الكل وبنحط طبقة الثانية وبعدين بنحط طبقة الرز مشان تصير المقلوبة عنا طبقات. بنوزعها هيك وبنحط طبقة الرز اللي بقيانة وبنظبط الملح وبنحط لها مي سخنة. عندي كاسة ونص رز، رح احط لها كاستين مي غالية. حبايبي زبطنا الملح، ما بدها دهون، هي
من دهنة، يعني دهنة اللحمة والزهرة كمان مقلية، ما بدنا دهنة كتير. هلأ بنغطيها وبنقول لها خلها تستوي على مهلة. هاي جهزت وصفتنا لليوم، مقلوبة الزهرة بالبروكلي. سويت جنبها بيواز الهندبة، وجنبها لبن إذا حبيتوا، خضرة انتو شو ما بتريدوا تاكل جنبها، فجل، خضرة، لبن. تفضلوا تغدوا معنا، لا تنسونا من لايك والاشتراك. باي باي، بوصفة جديدة وطبخة جديدة. أشهى المأكولات وأقوى الوصفات من المطبخ العفريني الشهير مع الشيف أليفة حمادة. وصفاتنا ولا أشهى وأكلاتنا غير مع القطايف. لمزيد من الوصفات تابعوا حسابنا على الفيسبوك مع الشيف أليفة حمادة.